السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مرة بتفكر في شيء معين وبتركز عليه، بتحس ان الكون كله بيبدأ يتحرك في نفس الاتجاه ده. لو بتفكر في شخص تلاقيه بيكلمك، ولو خفت من حاجة تلاقيها بتحصل قدامك. تتمنى شيء تلاقي إشارات بتوصلك وأحداث من نفس نوع الشيء ده. طب ده بيحصل ازاي؟ هل دي مجرد صدفة ولا في قانون خفي بيحكم اللعبة دي كلها؟ الحقيقة ان القرآن قبل اي كتاب وقبل اي وعي واي دورة قال بمنتهى الوضوح: كل ما تنوي وكل ما تذكر وكل ما تركز عليه بيرجع لك، وما تبحث عنه بصدق يبحث عنك بصدق. مش لأنك ساحر، لكن لأنك عندك قوة خارقة، إنسان مخلوق من روح الله. كل حاجة بتدور عليها بتدور عليك من الناحية التانية. الآية الأولى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآية دي مش مجرد دعوة للعبادة، لكنها هي المفتاح الأول اللي بيفتح الباب لفهم قانون التركيز من جذوره. لما ربنا يقولك فاذكروني، يعني وجه وعيك وانتبه واربط قلبك بيا وافتح عينك الداخلية عليا. والمقابل أذكركم مش بس بمعنى إن ربنا هيكافئك، لا، ده هيمنحك حضوره ونوره وإشاراته دايما اللي هتلاقيها في طريقك بطريقة ملموسة. المعادلة هنا واضحة جدا: كل ما تركز على الله بيكون أقرب ليك من نفسك. والمعنى الأعمق: كل ما تركز على النور يتسع وينور طريقك. وكل ما تعيش الوعي يتضاعف جواك. ولو الذكر عندك دايم فالعطاء دايم. ولو قلبك متعلق فربنا أقرب إليك من حبل وعيك. الناس كانت فاكرة الذكر هو سبحان الله والحمد لله، لكن الذكر في العمق هو اتجاه، انك بتتجه فيه بتفكيرك وبقلبك وبخيالك وانت مع الله، لان اللي انت ماشي ناحيته هو كمان هيمشي ناحيتك. الآية التانية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شايف الوضوح في الآية؟ اللي بيهتدي بياخد زيادة، اللي بياخد خطوة ناحية النور بيقرب منه أكتر. اللي بينوي بصدق بيتفتح له أبواب ما كانش يعرف إنها موجودة أصلا. ربنا بيقولك بمنتهى اللين: انت مش محتاج تكون كامل، انت محتاج تبقى متجه في الاتجاه الصحيح. ومدام في اتجاه الله في زيادة في البصيرة، في الهدوء وفي الشفافية وفي فهمك لنفسك وفي توازنك الداخلي. حتى الآية بتقولك مش بس زادهم هدى، لكن كمان أعطاهم تقواهم، يعني أهداهم لنسختهم النقية اللي كانوا بيدوروا عليها. ركز هنا شوية، هما ما خدوهاش فجأة، لكن خدوها لأنهم اهتدوا، يعني سعوا وبحثوا وفكروا. ومعناتها إن هما تعبوا وغلطوا بس ما وقفوش. وهنا بيظهر المعنى الحقيقي للآية: ما تبحث عنه بصدق يفتح لك أبوابه،
وكل ما تحط تركيزك على طريق معين الحياة تبدأ تبعتهولك بإشارات، أحيانا في شكل ابتلاء وأحيانا في شكل فرص. الآية الثالثة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهنا الوجه الآخر من نفسك. لو كانت النفس مريضة، زي ما اللي بيركز على النور بيزيده نور، فاللي بيركز على المرض وعلى الغل وعلى الكره وعلى الشك بيعيش فيهم أكتر. الناس اللي قلبها مريض مش عشان ربنا ظلمهم، لكن لأنهم مشوا وراء أمراضهم، شككوا وكذبوا وكرهوا وفضلوا يعيدوا نفس السيناريوهات كل يوم، فزادت فيهم. الآية دي تحذير، بس مش بالنار والجحيم، تحذير طاقي بيقولك خلي بالك، لو فضلت تركز على ألمك الألم هيتمدد وهيزيد وهيعيش معاك، ولو فضلت تغذي شعور الضحية مش هتشوف غير ظلمك لنفسك. وده نفسه اللي بيقوله العلم: اللاواعي لا يفرق بين الخيال والحقيقة، بين الخوف والرغبة، بين النية والدعاء. هو بيشوف التركيز ويقول حاضر. فلو ركزت على الخيانة هيجيلك مواقف تشوف فيها خيانة. لو ركزت على قلة المال هتبدأ تشوف ان كل باب بيتقفل. ولو ركزت على انك مش محبوب هتشوف الناس بتبعد عنك، مش لان الدنيا ضدك، لكن لان انت ضد وعيك وبتختار كده من غير ما تحس. في ناس تفضل تدعي وتدعي لكن من جواها شايفة ان الدعاء مش بيتحقق. وفي ناس تقول كلمة بسيطة يا رب وهم في قمة اليقين، فتفتح لهم الأبواب كلها. الفرق في التركيز الداخلي. مش المهم انك بتقول ايه، المهم انك موجه طاقتك على ايه. والقرآن علمك ده ب3 آيات: اللي يذكر ربنا يذكره، واللي يهتدي ربنا يزيده، واللي يتمسك بمرضه يعيشه أكتر. فاختار تركز على ايه، لأنك ما تبحث عنه بصدق يبحث عنك بنفس الإخلاص، وما تنويه بقلبك يتجسد في وعيك قبل واقعك.